يا صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على عيونكم الحلوين، صباح التفاؤل والأمل. عملنا الدونتس بأسهل طريقة. شايفين هش ازاي وطري جميل جدا. بصوا، تحفة. تعالوا بينا نشوف المكونات بتاعتنا ونشوف عملنا ازاي. جبت 4 أكواب من الدقيق، عليهم معلقة لبن بودرة، عليهم معلقة ملح صغيرة. تمام. معايا معلقتين كبار من الزبدة، كوب إلا ربع من الحليب الدافي، بيضاية واحدة، عليها معلقة صغيرة من الخل. معايا 3 معالق من السكر، معلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة خميرة كبيرة. اجيب كوباية الحليب بتاعي او اللبن، هنزل عليها بمعلقة الخميرة، وهبدأ اقلبها كويس علشان تدوب الخميرة. بعد كده هجيب الدقيق بتاعي، هضيف عليه المكونات الجافة اللي هي 3 معالق من السكر، معلقة بيكنج باودر، والبيضاية. هقلبهم كويس بالشكل ده. العجينة دي تنفع لأي أنواع من الدونس، سواء اللي هي المحشية أو اللي هي بتبقى مخرمة. هنزل باللبن والخميرة بالشكل ده. اللبن يا جماعة يكون دافي علشان الخميرة تتفاعل معاك. هبدأ ألم العجينة بتاعتي بالشكل ده. هنزل بمعلقتين الزبدة أو السمنة، وهبدأ أعجن. مهم جدا تعجني العجينة بتاعتك كويس. طبعا زي ما اتفقنا في كل معجنات بنعمل ايه، بناخد المية او اللبن على حسب نوع الدقيق بتاعك. لو احتاج الدقيق بتاعك مية بتضيفي، احتاج لبن بتضيفي، على حسب ما هتستعملي، لبن او دقيق. هبدأ اخدها على الرخامة بتاعتي بالشكل ده، وهدعك فيها لحد ما اوصل للنتيجة اللي هي ما تكونش ملزقة قوي، وتكون فلافي كده وحلوة طرية، وما تكونش ملزقة قوي بالشكل ده. شايفين قد ايه فلافي وجميلة عسولة. اجيب البولة وهغطي العجينة بتاعتي بالشكل ده، وهسيبها ترتاح ساعة. بعد ساعة، طبعا احنا جو شتاء وممكن تتأخر معاكي، فانت سيبيها ترتاح براحتها خالص. شايفين قد ايه عسل. جبت بقى صينية عليها رشة دقيق، وهبدأ اخد العجينة بتاعتي بالشكل ده. هاخد العجينة وهقسمها نصين. نقطة مهمة في نجاح الدونت، انك لما تيجي تفرديها ما بترققهاش، بتخليها وسط. يعني ما نخليهاش لا تخينة ولا رفيعة، سمك العجينة يكون مظبوط بالشكل اللي هوريهولكوا ده اهو. بعد كده هجيب القطاعة، عندك قطاعة اقطعي بيها، ما عندكيش اعملي زي ما انا عملت كده بكوباية. بداية قطعي، هقطعه بالشكل ده لان ده اللي هحشيه. يعني هعمل كذا شكل للدونت. هشيل العجين الزيادة ده، وهرجعه تاني البولة يرتاح لحد ما اخلص العجين يكون ارتاح. مش هشتغل فيه دلوقتي خالص، لانه بيكون اتفرد وبيكون محتاج ان هو يرتاح شوية، مش هيفرد معاكي وانت بتقطعي. هاخد الدونت بتاعك بالشكل ده، وهحطه على الصينية اللي مرشوشة دقيق. طبعا انا لما العجينة بتطلع بشتغل فيها على طول،
وبقطعه وبسيبه يرتاح مع نفسه، يعني ما بدخلوش كذا مرحلة تخمير. هو سهل، هو بس كل القصة الوقت اللي بتسيبيه يرتاح فيها مش اكتر. لكن بالنسبة للدونات هو سهل جدا. هغطي العجين بتاعي وهكمل باقي الاشكال. هجيب النص التاني وهبدأ اخد قطعة قطعة بالشكل ده، اكوره كور متساوية على قد ما اقدر بالشكل ده. تمام كده كورته، هبدأ بقى اني اشكله. بصي بقى، ما عندكيش قطاعة، اشتغلي زي ما انا بعمل كده بالظبط اهو. ابدأي شكليها دواير ودخلي صوابعك كده من النص واعملي الفتحة بالشكل ده اهو. دونت ده ولا مش دونت؟ يعني ما توقفيش على حاجة، اشتغلي بالموجود عندك اهو بالشكل ده. بجيب ورقة طبعا وبحطها عليها كده بالشكل ده. واحدة كمان اهي. شايفين قد ايه سهل وبسيط؟ كل القصة بتسيبيه يرتاح كويس. خلص بقى كل الكمية وارجع لكم. شايفين هنا خلصت كل الكمية بالشكل ده. اغطيهم يرتاحوا براحتهم خالص لحد ما يتضاعف حجمهم. هنا تمام يتضاعف حجمهم. طبعا انا كنت دخلت جوه لان الجو برد جدا. نيجي بقى لدرجة حرارة الزيت. بتجيبي خلة او اي حاجة عندك خشب كده، بيبدأ يظهر حواليها فقاقيع بالشكل ده لو انت واخدة بالك. شايفين ان الفقاقيع هي دي درجة حرارة الزيت بتاعة الدولاب. الدولاب ما ينفعش يكون درجة حرارة الزيت تكون عالية، لا احنا عايزينها درجة حرارة الزيت تكون وسط، والنار كمان تكون وسط علشان يستوي معاكي وما يتحرقش. طبعا انا سرعت الفيديو علشان ما يطولش عليكم. شايفين اللون بتاعه جميل ازاي؟ ده من نجاح الدولاب. بقلبه على الوشين يتحمروا بالشكل ده. شايفين لونه تحفة؟ دي اللي هي اللي هحشيها. جميل جدا وهش تحفة. القطع الصغيرة دي بقى اللي عملناها في اول الفيديو اللي هنحشيها. اول ما بياخد اللون الجميل اللي انتوا شفتوه ده الذهبي ده، بتطلعيه. ما تطوليش عليه في الزيت. اهم حاجة يكون درجة الحرارة بتاعة الزيت تكون وسط. اهو شايفين قد ايه الكمية جميلة؟ 4 كوبايات عملوا لي كمية قد ايه ما شاء الله. بصوا بقى فلافي ازاي، قد ايه هش وجميل وطري. بصوا فرغ من جوه جميل هش تحفة. ده غير الطعم والله ممتاز جدا. بصوا
تعالوا بقى نزين الدونة بتاعتنا. عندي شوكولاتة بالحليب وشوكولاتة بيضة. طبعا ممكن تعملي قرفة بالسكر، تعملي اي حاجة انت حباها. بخرم الدونة بتاعتنا كده بخلة سنان او العصيان بتاع الشيش طاووق، اي حاجة تقدري تخرمي بيها. وبجيب النوتيلا اللي عملتها معاكم قبل كده، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وببدأ اني احشيها من جوه بالشكل ده. شايفين ممتازة قد ايه؟ بحشيها من تحت كده علشان شكلها ما يتبهدلش، او بتزيني عادي كده بشكل عشوائي. باخد خطوط بالشكل ده، اي شكل انت حباه تقدري تستخدميه وتقدري تعمليه. اهو اي شكل تقدري تعمليه بالشكل ده. ابدعي انت بقى. بجيب النوتيلا بالشكل ده وبعمل خطوط من فوق. سهلة جدا وبسيطة. شايفين ما شاء الله شكله تحفة ازاي، تغيير طعمه للوهم. بصوا بقى الحشوة من جوه رهيبة يا خرابي، رهيبة، تحفة. بتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. متنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.